من شوية انتهت مباراة الأهلي والداخلية بفوز الأهلي على نادي الداخلية بأربعة أهداف مقابل هدف، وكالعادة هنحلل سوا أهداف المباراة. ولو جينا بصينا على الهدف الأول هتلاقي إن الكرة نزلت لمحمد هاني، لعبها لمروان عطية ومنه على طول لحسين الشحات ناحية اليمين. حسين حاول يلعب الكرة ولكن خبطت في المدافع ورجعت له تاني، عمل 1 2 ولا أحلى ولا أروع مع محمد هاني عشان يضرب الثلاثي الدفاعي اللي قدام حضراتكم لنادي الداخلية، وعلى طول الكرة تروح له ويعملها عرضية لأسامة أبو علي ويفنشها أسامة أبو علي على طول في المرمى. عاوزك تركز معايا كويس قوي في التريكة اللي هتتعمل في الكورنر ده. هنا لعيبة النادي الأهلي واقفة قطر ورا بعضها، وهم السولية ومنعم ووسام ورامي. على طول السولية بيبدأ يجري على القريبة عشان ياخد لاعب معاه، بالفعل عمل كده. بعد منه عبد المنعم على طول، وبعد منه واقف وسام ورامي. ولو ركزت شوية في الصورة دي هتلاقي ان كل لاعب من النادي الاهلي معاه لاعب من نادي الداخلية ما عدا وسام ابو علي. والنتيجة ان وسام طلع وركب الكرة براسه، فبالتالي راحت ناحية الجون وخبطت في ايد مدافع نادي الداخلية واسفرت عن ضربة جزاء دخل حطها بكل مهارة وسام ابو علي في المرمى، واسفرت عن الهدف الثاني للنادي الاهلي. طيب هل الكورنر ده اتكرر مع النادي الاهلي ولا كان وليد الصدفة؟ اقولك ان بعدها على طول اتكرر نفس الكورنر، ولعيبة النادي الاهلي كانت واقفة طابور، وبرضه اللعيب اللي فضي هو وسام ابو علي، ولكن الكرة حسين الشحات لعبها لورا شوية، فبالتالي راحت ناحية رامي ربيعة اللي طلع يلعب الكرة بدماغه، ولكن للأسف كان ممسوك ومدافع نادي الداخلية مضايقه، فراحت الكرة سهلة في ايد حارس المرمى. اتفرج معايا كده على الهدف الثالث للنادي الاهلي، هتلاقي ان الكرة اصلا كانت هجمة للداخلية، نزلت عند كريم فؤاد قطعها ولعبها لعبد القادر قدام منطقة الجزاء. عبد القادر وقف قدام مروان عطية وقال له تلعب انت الكرة، قال له لا يا باشا والله خد الكرة انت وتوكل على الله. عبد القادر فضل ماشي بالكرة حواليه 6 لاعبين من لعيبة نادي الداخلية لحد ما وصل لنص الملعب، محدش ضغط عليه. بعد كده لعب الكرة لحسين الشحات، حسين الشحات بدأ يمشي بالكرة. وهنا ركز معايا على تحرك أسامة أبو علي اللي اتحرك ما بين الاتنين مساكين، وتحركه ده خلق المساحة لإمام عاشور عشان إمام عاشور يقدر يستلم الكرة مرتاح ويسند الكرة على طول بعد ما حسين الشحات مررها له ويسدد تسديدة وينتج عنها الهدف الثالث للنادي الأهلي. بعد مسلسل كبير من إهدار الفرص بالنسبة للنادي الأهلي بيقدر نادي الداخلية إن هو يسجل هدف. أنا مشكلتي مش في الهدف، أنا مشكلتي إن الراجل اللي قدامكم ده كان وسط 3 لعيبة من لعيبة النادي الأهلي، والتلاتة مش عارفين يجيبوا منه الكرة، مش عارفين يضغطوا عليه، لدرجة إن هو مرر تمريرة وبرضه الراجل اللي بيستلم التمريرة بيستلمها بالعافية وبيلف وبيعمل ثرو باس من ورا دفاع النادي الاهلي، والراجل بيروح انفراد على الشناوي. لا وكمان الشناوي الكرة متشاطة عليه ضعيفة جدا بتعدي من تحت ايده وتيجي الجول. ما بردش ناري بصراحة غير الهدف الرابع للنادي الاهلي اللي عمر كمال استلم فيه الكرة وعمل فيه 1 2 مع رضا سليم، وبعدين كان كمان رايح هو وامام عاشور على الكرة، وده يدل على اصرار لعيبة النادي الاهلي ان هما يجيبوا جون، ولكن امام سابها له وراح كمان في المساحة عشان عمر كمال يلعب له الكرة ناحية نقطة البينالتي ويحط إمام الكرة ببطن رجله سهلة جدا عشان تبقى النتيجة 4-1 للنادي الأهلي. 3 نقط مهمة جدا بيحصل عليها النادي الأهلي في سباقه مع نادي بيراميدز، والنادي الأهلي كمان بيحقق الفوز للمرة ال11 على التوالي في الدوري، ومباراة النادي الأهلي حقق منها الاستفادة القصوى، روتيشن بيتعمل وكمان في تريكات بتتعمل في الملعب وفي شغل مدرب 10/10 بيتعمل كمان. ولكن الآفة الوحيدة في أداء النادي الأهلي هي إهدار الفرص، وده اللي لازم نشتغل عليه الفترة الجاية. بالتوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي في الفترة الجاية، وسلام.